ايه رأيكم بقى يا حبايبي في الاكله بتاعتنا النهارده؟ اظن مفيش احلى من كده. ادينا خلصنا الحمد لله الاكله البسيطه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي الاكله المصريه الجامده قوي دي. عندنا اهوت الفراخ بسم الله ما شاء الله، بعد ما اتحمرت زي ما انتم شايفينها لونها ذهبي وجميل كده وكريسبي، طعمها خطير ومقرمشه وطعمها يتجنن. في طبعا فيجيتار عادي من غير، في فيجيتار حار، اللي يحب طبعا سبايسي يقدر يجيب الفيجيتار الحار، طعمه جميل جدا طعمه هايل. عندنا كمان عملنا جنبه الرز الابيض الجميل بتاعنا، وهو طبق البسله بسم الله ما شاء الله جميل جدا وروعه وريحته تجنن. يا رب النهارده الاكله تكون عاجباكم وتحطوا لنا لايك جميل كده، يا رب تحطوا لنا لايك حلو كده وما تنسوناش في اللايك. وبشكركم جدا يا حبايبي في نهايه الفيديو بتاعي، ويا رب النهارده الوصفه تعجبكم والاكله تعجبكم وتطبقوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها وتكتبوا لي في الكومنتات. بشكركم جدا يا حبايبي لحسن استماعكم، ويا رب ان شاء الله تكونوا كلكم دايما بخير وعافيه. بشكركم جدا، شكرا لكم يا حبايبي، مع السلامه حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كده طبيخ بقى مع بعض ان شاء الله، هنعمل طبخه ان شاء الله حلوه جدا، طبعا كلكم بتحبوها، طبخه مصريه طبعا كلنا عارفينها ان شاء الله. هنعمل مع بعض الفراخ والبسله، وهنعمل الفراخ ان شاء الله بطريقه حلوه جدا هتعجبكم ان شاء الله مع البسله. انا عندي هنا فرخه اهي مقطعاها قطع، مقطعاها 4 قطع اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. وطبعا غسلاها ونقعاها في ميه وخل ومخلياها زي الفل. هنعمل ايه ان شاء الله في الفرخه دي النهارده؟ هنشوف مع بعض ان شاء الله هنعمل ايه. اكله النهارده هتعجبكم جدا، انا طبعا بحبها جدا وبحب البسله، واكيد كلكم بتحبوا البسله. هنشوف مع بعض ان شاء الله هنعمل الاكله دي ازاي. خليكم معايا وتابعوا بقى الخطوات واحده واحده عشان تعرفوا الاكله دي ان شاء الله هتتعمل ازاي. خليكم معايا يا حبيبي. انا كده يا حبايبي حاطه ميه بتغلي كده على النار عشان هنزل فيها الفراخ اول بعد ما قطعتها، اللي هي التكيه دي بعملها في طبيخ الفراخ. ما اعرفش اغلبكم بتعملوها ولا لا، بس انا كده بضمن نظافتها نظافه تامه. ان انا بحب اديها غلوه قبل ما اشوحها، عشان لو فيها اي دم او اي زفره او اي حاجه طبعا يكون كل دوت راح في الغلوه اللي انا اديتها لها دي. فانا بحب انزل الفراخ عندي كده بسم الله الرحمن الرحيم. الفراخ اهي انا بحب انزلها اول في ميه مغليه زي ده، هي تاخد غلوه بس بسيطه، احنا ما بنسلقهاش بس بنديها الغلوه دي، وبعدين برجع اكب الميه بتاعتها دي وارجع اشوحها. بتبقى نضيفه زي الفل، وكمان طعمها حلو وريحتها حلوه في الطبيخ، فما بتبقاش فيها اي زفاره. هي الغلوه البسيطه دي بس، وهرجع اكب الميه بتاعتها واشوحها قدامكم دلوقتي. يا ريت تعملوا التكايه دي، بتبقى جميله جدا في الفراخ وبتخلي ريحتها حلوه وطعمها كمان جميل. تغلي وخليكم كده معايا اما نشوف هنعمل فيها ايه. وبعد كده ما خلاص انا اديت للفراخ بتاعتي غلوه زي ما قلت لكم، وكبيت الميه بتاعتها وبقت طبعا تمام ونضيفه زي الفل. هي طبعا كانت مغسوله نضيفه، بس لازم عشان اتاكد انها نضيفه اكتر كنت لازم اديها الغلوه دي. انا بحب اعمل كده على طول دايما عندي في الفراخ، وبتطلع زي الفل وطعمها كمان لذيذ جدا وريحتها حلوه. عندي بقى الحله اهوت على النار، هنحط فيها شويه الزيت عشان نشوح الفراخ. طبعا كلكم بتعرفوا تشوحوا الفراخ اهو. نحط بس ايه، معلقه زيت كبيره كده ما نكترش. نقلل بقى من السمنه والزبده في الاكل يا حبايبي، عشان طبعا الزبده والسمنه بيعملوا دهون كتير على المعده وعلى الكبد والحاجات ديت، فاحنا عايزين نعمل تملي يعني ايه اكلنا نعمله بالزيت النباتي عشان يبقى خفيف على المعده وطبعا سريع في الهضم. فاحنا عايزين نعمل الاكل بتاعنا دايما بالزيت، بلاش نكتر من الزبده والسمنه. عندي اهوت الزيت سخن على النار، وعندي هنا مستكه والحبهان اللي احنا متفقين عليهم ان احنا بنشوح بيهم كل الطيور اللي عندنا. مستكه والحبهان دول بيدوها ريحه حلوه جدا. هننزلهم طبعا في الزيت عندنا كده على طول اهو. بعد ما بننزل المستكه والحبهان عندنا هنا في الزيت، وطبعا الزيت بيكون سخن والمستكه والحبهان المستكه طبعا ساحت اهي، والحبهان كمان بيبتدي ياخد كده لون بسيط. ننزل عليه بقى الفراخ بتاعتنا. شوفوا بعد ما اتغسلت واتنضفت بقت حلوه ازاي واخدت الغلوه، بقت زي الفل بسم الله ما شاء الله. ننزلها بقى عليها كده نديها الصدمه بتاعتنا اهو. نديها الصدمه بقى كده، نديها الصدمه دي ونديها تقليبه من الوش ده ومن الوش ده، وبعدين ننزل عليها الميه بتاعتنا. تاخد بس الصدمه كده
ريحتها بقت حلوه جدا مع الاستيكه والحبهان زي ما انتم شايفين. اهو نخلي بالنا طبعا عشان الزيت بيكون سخن جدا. اهو هي كده خدت الصدمه. نقدر ننزل بقى بالميه والملح بتاعنا. احنا مش عايزين نزود عليها النار اكتر من كده عشان ما تتحمرش والشوربه بتاعتنا تبقى غامقه. احنا عايزين الشوربه بتاعتنا تبقى بيضه ونضيفه وزي الفل. ننزل بقى بالميه بتاعتنا كده. لما الميه عايزين نغطي الفراخ كلها نزود كمان شويه ميه. نظبط الملح كمان بتاعنا. نسيبها بقى تستلق كده وتستوى، وبعدين نشوف احنا ان شاء الله هنعمل معاها ايه. على بال ما هي تستوى نكون احنا ان شاء الله نعمل البسله الجميله بتاعتنا وهنشوفها طريقه سهله جدا للبسله وبتطلع تحفه وجميله جدا وطعمها لذيذ. لو جربتوها ان شاء الله بالطريقه بتاعتي ديت طبعا مش هتبطلوا اكل البسله دي. ما شاء الله دلوقتي احنا موسم البسله، والبسله طبعا جميله جدا دلوقتي في السوق. واللي عايز كمان يعرف طريقه تفريز البسله يقول لي في التعليقات وانا هقول له احنا بنفرزها ازاي في الفريزر. انا عندي طبعا هنا البسله عندي مقشراها ومفرزاها في الفريزر. اطلعها طبعا على طول من الفريزر واقدر استعملها على طول، بتبقى جميله جدا واحسن من بتاعه السوق كمان. لان بتاعه السوق كمان ممكن تكون ما كانش في الموسم بتاعها فبتبقى من اللي هي جامده شويه او ماهيش طازه. فاحنا نقدر نفرزها عندنا في الفريزر بتاعنا احسن واضمن واحلى. خليكم معايا اما نطبخ البسله كده مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. وعندي كده في حله تانية على النار كده هنعمل بقى البسله بتاعتنا. طبعا البسله لها فوائد كتير ومفيده جدا للاطفال، لازم نعملها لهم حتى لو كانوا مش بيحبوها نقدر نحببهم فيها تبقى جميله جدا. عندي هنا نحط شويه زيت عشان هنقلي فيه كده البصله بتاعتنا. انا مخرطه بصله متوسطه الحجم، متوسطه الحجم مخرطاها تخريط صغير جدا. الزيت طبعا هنا سخن، الزيت عندي سخن هنا وانا مقطعه البصله صغير زي ما انتم شايفين كده. هننزلها على طول على الزيت. احنا مش عايزين نغمق البصله، هنديها بس كده ايه تتبيله بسيطه. تعودوا دايما يا حبايبي في الخضار بتاعنا ما نغمقش البصله خالص عشان طبعا الصلصه بتاعتنا ما تطلعش غامقه. احنا عايزين بس نديها للبصله بس تتبيله بسيطه كده. وانا مجهزه عندي هنا البسله اهي زي ما قلت لكم انا كنت مفرزاها في الفريزر. شايفين شكلها حلو ازاي ونضيفه وزي الفل. بالتلج بتاعها لسه زي ما لسه طالعه من الفريزر دلوقتي عادي طبعا ما بيحصلش اي حاجه. مش لازم نطلعها قبلها بفتره ولا حاجه لان هي ما بتاخدش وقت خالص على النار، نشتغل فيها على طول. عندي هنا البصله اهي ابتدت تدبل. هوريكم بقى التكات بتاعه البسله الجميله اللي بتطلع زي السكر ما شاء الله، بتطلع طعمها خطير في الاكل وطعمها جدا وكلكم طبعا تقدروا تعملوها بمنتهى السهوله. اهو هيدبل اهو. احنا ما بننزلش بالصلصه الاول، احنا بننزل بالبسله تاخد تشويحه مع البصله وبنحط عليها التوابل بتاعتها وبنسيبها حاجه بسيطه كده صغيره يعني بتاع دقيقه ولا حاجه وبعدين بننزل بالصلصه عليها. دي طريقه عمل البسله. لان البسله بناخد بس تشويحه مع البصله كده بتديها طعم تاني خالص غير لما ننزل اول الصلصه وبعدين ننزل البسله فيها. لا احنا بناخدها اول تشويحه كده مع البصله بتديها طعم خطير. زي ما انتم شايفين كده البصله عندي دبلت اهي. نقدر دلوقتي ننزل بقى البسله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبها بقى عليها كده ونديها تقليبه. اهو شايفين البسله بقى ما شاء الله خضره وجميله ازاي، والجزر كمان ايامها بقى وجميله جدا ما شاء الله دلوقتي.
ومفيده طبعا زي ما انا قلت لكم، مليانه بالعناصر الغذائيه هي كمان، والجزر انتوا عارفين ان هو مفيد جدا. وشوفوا بلونها ازاي، زي ما هي وهي متفرزه في الفريزر طلعت لونها زي ما هي، ما بيحصلهاش اي حاجه خالص. لو انتوا عايزين تعرفوا الطريقه قلت لكم اكتبوا لي في التعليقات، واحنا نقدر نعمل البسله دي مع بعض ان شاء الله ونفرزها مع بعض. ما فيش فيها اي حاجه، بسيطه جدا. عندي بقى احنا بنتبلها ازاي؟ طبعا بملح وفلفل اسمر فقط، بس ما بنحطش اكتر من كده. نحط الملح، نظبط الملح بتاعنا كل واحد حسب الرغبه بتاعته. نظبط الملح كده، ونديها كمان معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. ما بنحطش عليها اي توابل تاني عشان ما نغيرش طعم البسله بتاعتنا. اهو كده حلو قوي. برضو نديها كده تقليبه مع التوابل بتاعتها، ونسيبها كده بس ايه على النار بتاع دقيقه زي ما انا قلت لكم. وبعدين بننزل بالصلصه بتاعتنا، وهقول لكم تحطوا ايه في الصلصه عشان ما تعملش حموضه خالص وانتوا بتاكلوها وما تحسوا ان انتوا ما اكلتوش حاجه. اهو لسه بلونها زي ما قايله لكم ازاي، جميله جدا. نسيبها بقى تاخد بس دقيقه وهوريكم نعمل فيها ايه. بصوا كده يا حبايبي، بعد ما سيبنا البسله اهوت على النار دقيقه، طبعا نزلت الميه بتاعتها اهيت وخلتها ريحتها جميله جدا، وطبعا اتبلت بالتوابل اللي احنا حطيناها بقت ما شاء الله جميله جدا. كده نقدر ننزل بقى الصلصه بتاعتنا عليها. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو صلصه جميله جدا ولونها حلو. عارفين طبعا الطماطم دلوقتي غاليه مجنونه يا طماطم، بس هنعمل ايه؟ لازم طبعا نطبخ، نخلينا برضو اقتصاديين ونقدر نجيب برضو على قد احتياجاتنا. عندي هنا اهو انا كنت حطيت زي ما قلت لكم الملح والفلفل الاسمر. هنحط معلقه سكر صغيره مع الطماطم وهي بتغلي. ليه؟ عشان زي ما قلت لكم بتشيل اي حموضه من اي خضار. بتقدروا تعملوا التكه دي، ما بتخليش اي حموضه خالص. ما تيجي تاكلي الاكل ما تحسيش باي حاجه. يبقى هنحط معلقه سكر، هنحط معلقه كده صغيره كده، نرشها كده على الخضار بتاعنا اهو. دي بتضيع اي حموضه من الاكل. نقلبها بقى فيها كده. طبعا البسله ما بتاخدش وقت خالص على النار زي ما انتم عارفين، وكمان هي الموسم بتاعها يعني لسه هي ما شاء الله جديده، فمش هتاخد وقت خالص. هتغلي بس طبعا وكده تبقى البسله بتاعتنا خلصت. شوف ما فيش اسهل من كده خضار، يعني ما شاء الله بيتعمل ما فيش اقل من 5 دقايق تلاقي الخضار بتاعنا ده خلص. فاحنا عايزين طبعا نعمله بكل بساطه زي ما قلت كده، بيبقى جميل جدا وطبق بسله ممتاز هيعجبكم جدا ان شاء الله. طبعا واحنا بنعمل كده البسله طبعا الفراخ عندنا بتتسلق وقربت تستوى. هنشوف برضو احنا هنحمرها ازاي. انا بحب احمرها بطريقه كده الوقت اوريها لكم. هنعمل بقى جنب البسله دي رز ابيض جميل كده، والنهارده تبقى اكلتنا الجميله دي خلصت، وبتبقى جميله جدا وسهله وبسيطه زي ما عودتكم كل مره ان انا بجيب لكم اكل سهل وبسيط، ومن اكلاتنا المصريه اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها. خليكم معايا كده اما نشوف بقيه الاكل. بصوا كده بقى معايا يا حبايبي، احنا كده خلاص خلصنا سلق الفراخ وما شاء الله استوت وبقت جميله. عايزين نحمرها النهارده، هنحمرها مش هنحمرها تحمير عادي، احنا ان شاء الله هنحمرها بالفيجيتار. الفيجيتار ده زي ما قلت لكم قبل كده خلطه جميله جدا وريحتها تحفه وما شاء الله بتتبيله هايله اهي. انا عندي هنا باكويان من الفيجيتار هحمرهم بيها، وعندي هنا كمان بطين اهوت، وعندي اهو الفراخ بتاعتي مسلوقه وجاهزه وزي الفل. هنحط بس على البطين كده ملح، ننزل عليها بس كده ملح، ما نكترش عشان طبعا احنا كنا مملحين الفراخ وهي بتتسلق، وكمان الفيجيتار بيبقى فيه نسبه من الملح. هنحط بس عليهم ملح كده ورشه فلفل، وندوب ونرب كده البيض معانا عشان احنا هننزل الفراخ دي في البيض عندنا هنا، وبعدين هننزلها في الفيجيتار. كنا احنا مسخنين الطاسه بتاعتنا على النار كده وفيها زيت عشان نحمر الفيجيتار، بيبقى طعمه جميل جدا مع الاكله اللي احنا هناكلها دي النهارده ان شاء الله. اكله جميله جدا وهتعجبكم وسهله اهي وبسيطه، اكلاتنا المصريه البسيطه السهله اهو. نعمل بقى ايه بعد ما ربنا البيض كده؟ نجيب بقى طبق نضيف، ننزل كده بقى بالفراخ بتاعتنا
بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى فيها كده في البيض خالص، نغطسها كده اهو. انا بحب اكلها بالفيجيتار، بيخلي لها طعم جميل جدا غير الفراخ بقى العاديه خالص، بيخليها طعمه جدا. وبعدين ناخد بقى الفراخ كده بتاعتنا كده، ننزل بقى فين بالفيجيتار، نخليها بقى كلها ايه من كل جنب كده فيجيتار خالص كده، تبقى طعمها رائع. وان شاء الله هيعجبكم جدا الخلطه دي. لو انتوا كنتوا ما بتعملوش بالفيجيتار جربوه كده وهتشوفوا النتيجه بتاعته عامله ازاي، هيعجبكم جدا. هيبقى تحسوا بفرق جامد جدا ان انتوا كلتوا فراخ غير العاديه اللي احنا بنحمرها عادي. تغيير برضو في الاكل كده، وننوع في الاكل بتاعنا عشان يعجب ولادنا اهو. زي ما انتوا شايفين كده، انا هعمل بقى كل الكميه بتاعتي دي قبل ما احطها على النار. ممكن نحطها شويه في التلاجة عشان طبقة الفيجيتار دي تمسك مننا، وبعدين نقدر نحمرها على طول اهو. زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله الفيجيتار بقى كله اخد فخد الفرخ كله اهو ما شاء الله. نقدر نسيبه بقى زي ما قلت لكم في التلاجة بتاع 10 دقايق قبل التحمير. لو انتوا مستعجلين انتوا تقدروا تحمروها على طول. نعمل بقى كل الفرخة عندنا كده ونشوف احنا نحمره مع بعض. وعندي كده الزيت سخن اهوت على النار، نقدر ننزل بقى في الفراخ نحمرها. سمي كده بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. لما تاخد اللون الذهبي بتاعنا وبعدين نقدر نشتغلها على طول، نصفيها من الزيت، تبقى طعمها جميل جدا وريحتها طبعا هتطلع على طول دلوقتي اول ما تتحمر. يا رب النهارده الاكله تكون عجباكم ان شاء الله، وتطبقوها زي ما انا عملتها كده وتقولوا لي ايه رايكم فيها. ونشوف مع بعض ان شاء الله الفينش بتاع الاكله في الاخر. حطوا لنا بقى لايك كده حلو زيكم، وما تنسوناش في دعواتكم، وتكتبوا لنا كومنتات، وطبقوا الوصفه وتقولوا لنا ايه رايكم فيها. وخلونا بقى نشوف الفينش بتاع الاكله بعد ما نحمر كده الفراخ بتاعتنا. خليكم معايا.